على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. سندس بنتي المرة اللي فاتت تسمى من اللي عمرها عامين ولا هي كانت أبرك شوي حكمها، فالبيئة اللي عايشين فيها هذه عمالة تتعقد تو كانت تمشي شوي، تو ما عادش لا تمشي لا عاد تتحرك لا عاد تتكلم ولا عاد تعمل حتى شيء، بالنسبة للسندس بنتي من التلوث عماله تتعقد. تو حتى جمعية مشيت باش نقول لهم مثلا باش يتبنوها ولا لا تتمتع في جمعية، لا تتمتع بحد شيء. أصل دواها أصل قاعد نشري فيه بالفلوس وما لقيتش فيها حتى نتيجة. كان من الممكن بالنسبة للسندس بنتي على الأقل فماش حاجة اللي باش تعاونها. هذه باب، وثاني باب يا خويا بعدونا من هالتلوث، على الاقل تتنفس. ما لقيتش فيها حتى نتيجه. تو عمرك 15 عام، كل عام اسوء من عام، وما لقيتش فيها حتى نتيجه. يا خويا بصراحه عملوا لنا حل فيها تلوث، رانا تمرجنا وما لقينا حتى حل. كبار تبوبايا توفى من التلوث عيونه، بعد لك جاه اللي تو بالفشفاش. تعال تو امي تو بالفشفاش. تو امي هذيك بالفشفاش بدالها ضيق تنفس ولامس برك عند الطبيب بعد مات. هذا كلك من سبب التلوث. تو احنا عمر 40 عام ميتين، يعني ماناش عايشين مع الناس. احنا 40 عام ميتين ماناش عايشين مع الناس اصلا. وفرج ربي.